السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم هون علينا كل أمر عسير فأنت نعم المولى ونعم النصير. وبعد، أيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله. مع سيرة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أقوال كثيرة، حتى قال له وأعطاه وساما ونشانا لا يساويه وسام ولا نشان آخر، فقال: سأعطين الراية غدا في خيبر لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأعطاها لعلي بن أبي طالب. علي هو رجل المواقف الصعبة. عندما استشكل الأمر وصعب في خيبر ظهر علي، وعندما تضيق الأحداث وتتشابك الخيوط تظهر حكمة علي بن أبي طالب. فنرى موقفا من هذه المواقف الصعبة التي قام بحلها الإمام علي بن أبي طالب مع وفد نصارى نجران عندما قدموا للقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن هذا المشهد في هذا اللقاء. أيها الأحبة في الله، إن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه له مواقف عديدة وآراء سديدة، يتمتع بالحكمة ويضع الأشياء في موضعها. ليست العبقرية الفذة التي اشتهر بها فقط عبقرية العسكرية، بل عبقريات في الدعوة إلى الله، عبقرية في الإعلام، عبقرية وأدب خلاق في فض المنازعات والإشكالات. كان من بينها هذا المشهد وهذا الموقف عندما قدم وفد من نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما وصلوا إلى المدينة المنورة وضعوا عنهم ثيابهم، ثياب السفر، وهم مجموعة من الرهبان. يتقدمهم عدة رهبان يتولون القيادة. قيل إن هم كانوا 14، وقيل إن عددهم كان 60 راهب من رهبان النصارى. يتقدمهم رجل اسمه الحارس، ويتقدمهم رجل آخر أيضا لإدارة هذه الرحلة. كانوا 3 يديرون رحلة أو هذا الوفد المتجه من نجران إلى المدينة المنورة. لبسوا ثيابا فاخرة من الحرير يجرونها جرا على الأرض، وتقلدوا خواتيم الذهب، ودخلوا على النبي في أبهى زينة. وهنا النبي رفض مقابلتهم، فرجعوا ثم التقوا برجلين من الصحابة، سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. ليه الاثنين دول بالذات؟ الاثنين دول يعرفونهم معرفة شخصية، لأن الاثنين دول رجال أعمال يقومون بالتجارة، زي رحلة الشتاء والصيف إلى الروم وإلى الفرس وإلى الحبشة وإلى اليمن وإلى نجران. يتبادلون الحبوب والأقمشة وغيرها، يبيعون ويشترون. فكانوا يعرفون عثمان بن عفان هذا التاجر الشهير، وعبد الرحمن بن عوف أيضا هذا الرجل رجل الأعمال الشهير،
معرفة شخصية، فجاءوا إليهم وقالوا كيف يبعث إلينا محمدا للقدوم إليه ثم يرفض مقابلتنا؟ احتاروا هيقولوا لهم إيه؟ فقالوا ننادي على أبا الحسن علي بن أبي طالب ليرى رأيه ويدلي بدلوه. ما احناش عارفين ليه النبي رفض. فقالوا للإمام علي يا أبا الحسن حدث كذا وكذا وكذا، إيه رأيك؟ فقال علي بن أبي طالب رأيي أن تخلعوا هذه الملابس اللي هي من حرير، وتخلعوا هذه الزينة والحلي من الذهب، ثم تلبسون ملابسكم العادية في تواضع، ملابس السفر، ثم تدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلوا، فأذن لهم النبي ودخلوا. فلما حان وقت صلاتهم قالوا لسيدنا النبي كده يعني ممكن نصلي؟ طب نطلع من المسجد نصلي بره. فأذن لهم النبي أن يؤدون صلاتهم داخل المسجد. والكلام ده بنقوله النهارده لشبابنا، الكلام ده بنقوله لكل مسلم، نقول له خلي بالك النبي كان بيتاجر مع غير المسلمين، مع نصارى ومع يهود، مع عبدة الأصنام والأوثان، مع من يعبدون الأحجار والأشجار، يتعامل معهم ويتاجر معهم. مفيش مشكلة الدين هنا، مفيش مشكلة العقيدة. هقول لك شيء أغرب من هذا. أشهر 2 أطباء في عصر سيدنا النبي كانوا الاثنين مسيحيين، الاثنين نصارى، أشهر 2. والطبيب الشخصي اللي كان بيعالج سيدنا النبي كان نصراني، كان مسيحي. الطبيب الشخصي يعني كان الواحد منهم اسمه ابن كلدة، ده أحد الأطباء، والطبيب الثاني اسمه جرجيوس اللي هو احنا بندلعه دلوقتي نسميه جرجس. دول طبيبين شهيرين في ذلك الوقت، هم دول اللي كان بيعالجوا الصحابة وبيعالجوا النبي نفسه. يعني لما كده كان يقولوا ارسلوا إلى ابن كلدة يأتي فيعالج النبي. النهارده يقول لك لا ما اشربش عصير عند فلان، لا ما اكلش عند علان. يا عم ده انت بتخالف الدين بتاعك، انت بتخالف الشرع بتاعك، بتخالف القرآن بتاعك. ده ربنا بيقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ما لم يكن محرما. طبعا يعني ما اجيبش اكل محرم عنده واكله، او شراب محرم عنده واشربه، لكن هو طعام اهل الكتاب حل لنا. التعاملات، البيع والشراء، التجاره، الدين ده بينك وبين ربنا، ده نتعلمه من الموقف ده. سيدنا عمر لما فتح بيت المقدس ودخل الكنيسة، وكان القس ساعتها سفرنيوس، فحان وقت صلاة الظهر، فسيدنا عمر بيستأذن منه بيقول له هطلع بره الكنيسة عشان أصلي. فالقس قال له بيقول له إيه؟ بيقول له يا أمير المؤمنين ألا تجوز الصلاة ها هنا؟ يعني ما ينفعش تصلي هنا؟ قال له تجوز داخل الكنيسة. فقال له طب ما تصلي هنا. قال له لا، لئلا يأتي من بعد أناس فيقولون ها هنا صلى عمر ويهدمون الكنيسة ويبنون مسجدا. ممكن ناس تيجي بقى مخها مقفل يقول لك عمر صلى في الحتة دي هنعمل هنا جامع، لكن الصلاة هنا جايزة. وخرج سيدنا عمر خارج الكنيسة وصلى بره الكنيسة، وفعلا اللي توقعه سيدنا عمر المكان اللي صلى فيه سيدنا عمر اتعمل مسجد جنب الكنيسة واسمه مسجد سيدنا عمر بن الخطاب. ده الدين بتاعنا، ده الإسلام بتاعنا، ده اليسر بتاعنا بتاع الدين، بلا إفراط وبلا تفريط. إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، وما خير النبي بين أمرين إلا واختار أيسرهما، بلا إفراط في الدين ومغالاة، وبلا تفريط في أمور الدين والأساسيات والعقيدة. من هنا نتعلم من هذا المشهد هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالصلاة، صلاة النصارى داخل المسجد،
ثم بدأوا يتحدثون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلموا مع النبي، فبيقولوا له: يا محمد، لقد كنا مسلمين قبلك، قبل ما انت تجيب الإسلام الدين بتاعنا كان موجود وكنا مسلمين قبليه. فقال لهم: نعم، ولكن يمنعكم من الإسلام 3 أشياء، وعدها النبي مخالفات شرعية بالنسبة لنا. ثم قالوا له: يا محمد، أنتم تسبون وتشتمون صاحبنا، يقصدوا سيدنا عيسى عليه السلام. قال لهم: ما حصلش، احنا يعني في صميم العقيدة عندنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، اللي هو النبي والمؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. خلاص، كل آمن بالله وملائكته، برأس العقيدة بالله وملائكته ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ما نقدرش نقول ده أحسن من ده، وهنؤمن بعيسى مش هنؤمن بموسى، هنؤمن بموسى مش هنؤمن بعيسى، هنؤمن بفلان ومش، ما نقدرش. الإيمان بكافة الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، قاعدة أساسية في صميم الدين عندنا. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ده صميم العقيدة عندنا. ما نقدرش ننكر نبوة أي نبي، وما نقدرش نعيب على أي نبي، وما نقدرش نتكلم على أي نبي بطريقة غير لائقة، وإنما احترام كل نبي. التأدب مع كل نبي هو احترام للنبي محمد، والتأدب مع كل نبي هو أدب مع النبي محمد. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سيدنا النبي رد عليهم وقال لهم إيه؟ ده اللي هنتكلم عليه، ولكن بعد الفاصل. أيها الأحبة في الله، عدتم إلينا وعدنا إليكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: احترام الأنبياء كما كنا قاعدة أساسية لدينا. قال لهم: ما كنا في عيسى بن مريم إلا ما قاله الله فيه، ما قاله رب العزة، إنما هو عبد الله ورسوله. هم يقصدوا عبد الله هنا مش متقبلينها، فقال: ما قلنا إلا ما قاله الله، إنه عبد الله ورسوله. فقالوا: كيف يكون عبدا لله وهو ولد من غير أب؟ هل يوجد في البشر أمر غريب كهذا؟ فإذا بالنبي يصمت وتنزل الإجابة من فوق 7 سماوات على يد أمين وحي السماء سيدنا جبريل عليه السلام، بقول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كان من الغريب أن يخلق الله شخصا أو إنسان بدون أب، فمن الأغرب والأعجب أن يوجد إنسان من غير أب ولا أم. فخلق الله قد يكون بأسباب وقد يكون بلا أسباب. عشان تتم حاجة اسمها القسمة الرباعية للخلق. ايه القسمة الرباعية للخلق؟ ان هناك من خلقه الله من غير اب وام، وهناك من خلقه الله باب وام، وهناك من خلقه الله باب من غير ام، وفي اللي خلقه ربنا بام من غير اب. اللي اتخلق باب وام احنا كلنا، كل واحد ابوه فلان وامه فلانه. واللي اتخلق من غير اب وام سيدنا ادم، لا اب ولا ام. واللي اتخلق من اب من غير ام السيده حواء، اتخلقت من ادم، فادم ابوها لكن ما فيش ام.
فلم تخلق من رحم امرأة، لم تولد من رحم امرأة حتى يكون لها أم. يبقى بقى فاضل رابع حاجة اللي هي عشان تتم القسمة الرباعية للخلق، أن يوجد من له أم وليس له أب، فكان عيسى عليه السلام. عشان كده كان الرد الإلهي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقالوا تعالى يا محمد ندعو الله نحن وأنت، اللي هي حاجة اسمها المباهلة. ايه المباهلة؟ نزل فيها قول الله تبارك وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قالوا له موافقين. راح بعت لسيدة فاطمة جابها، والحسن والحسين جابهم أهل بيته. فقال للسيدة فاطمة وسيدنا الحسن والحسين إني داع فأمنوا، يعني هنطلع سوا بره في الصحراء وندعي قدام الناس، أنا هدعي وأنتوا تقولوا آمين. فخرج هو والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين، وانتظر مجيء وفد نصارى نجران عشان يدعي وهم يدعوا، وربنا يبين من كان على صواب. فلم يأتي وفد نصارى نجران لأنهم يعلمون أنه نبيا حقا وصدقا، وإذا بالنبي يجلس معهم ويصالحهم ويبدأ في التعامل معهم على إبقائهم على دينهم. ودي سماحة الإسلام ودين الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.